شباب تاني اعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ جاي لك بفيديو خلاصة الخلاصة للجرامر. خلاصة الخلاصة مسهل عليك الدنيا تماما تماما تماما. بفكرك بالجرامر كده سريعا، لان 70% من الامتحان معتمد على الجرامر. كان عندنا في جرامر يونت 7 الجملة الأمرية. الجملة الأمرية دايما بتبدأ بفعل في المصدر، يعني النقط لو جات لك في أي سؤال يا جماعة، في أي سؤال في أي امتحان، النقط أول كلمة في الجملة دايما اجري اختار الفعل اللي في المصدر. طيب دي الحاجة التانية يا جماعة، لو عايز تبدأ الجملة الأمرية بنفي، يا إما دونت يا إما نيفر، يا إما دونت يا إما نيفر. ودونت دايما وراها الفعل في المصدر، ونيفر نفس الكلام هيجي وراها الفعل في المصدر. نيفر ملهاش قاعدة، بس كده كده الفعل هيجي في شكله الأساسي. طيب كان عندنا حاجة تانية، لما تيجي تنصح حد كنا بنحط شود، وشود دايما برضو وراها الفعل في المصدر أو النفي بتاعها shouldn't. should يعني يجب أن للنصيحة، أو بص you should follow، يجب عليك أن تتبع school rules، قوانين المدرسة. هنا students shouldn't talk loudly in the library، الطلاب ما يتكلموش بصوت عالي في المكتبة. يبقى خلاصة يونت 7 أول كلمة في الجملة فعل في المصدر، النقط يعني في الأول فعل في المصدر، تمام. أو لو هتنفي الجملة الأمرية بتقول don't، زي مثلا don't open the door، ما تفتحش الباب، ودونت كده كده وراها الفعل في المصدر. أو حتى لو هتكتب never مكان don't نفس الكلام. should أو shouldn't أفعال مساعدة بيجوا تاني كلمة في الجملة، ووراهم دايما برضو الفعل في المصدر. يونت 8 يا شباب كان عندنا حاجة اسمها contrast connectors. يعني ايه contrast connectors؟ connectors يا جماعة يعني أدوات ربط، ولكن contrast يعني تناقض، أدوات ربط تستخدم للتناقض. طيب بص بقى معايا، but أول حاجة but يعني ولكن، تمام. but عشان تيجي في الكلام يا جماعة لازم في قبلها فاصلة كده، فخدوا بالكم. طيب تاني حاجة اهي، طيب تاني حاجة however معناها ومع ذلك. خد بالك عشان تيجي في الكلام قبلها نقطة وبعديها فاصلة، بتحطها في النص ما بين الجملتين يا جماعة، قبلها نقطة وبعديها فاصلة، ما تغيرش حاجة ومحدش يبدل حاجة ومحدش يعمل أي حاجة، ولا مع but ولا مع however، يحطهم في النص ما بين الجملتين. but قبلها فاصلة، إنما however لازم ال H تكون كابيتال، حرف ال H، ولازم قبلها نقطة وبعديها فاصلة. طب while يعني أثناء أو بينما أو خلال أو في حين أن، زي ما هي قدامك كده. والله W كابيتال ابدأ بيها وما تغيرش حاجة، حط في النص فاصلة. والله W سمول حطها في نص الكلام، في النص ما بين الجملتين وما تغيرش حاجة، ما تشقلبش الجملتين، يعني سيب كل حاجة زي ما هي بس. هاي جرامر يونت 9 بقى كنا واخدين بقى العكس بتاعهم. دلوقتي عندنا because وسنس. because يعني بسبب، وسنس هنا جايه بمعنى بسبب. وعندنا so و therefore و as a result يعني نتيجة لذلك أو لذلك. because وسنس يا جماعة هتحطهم في نص الكلام. لو قال لك حط because، لو قال لك حط sense، قال لك اختار because أو اختار sense، اعكس الجملتين وحط because أو sense، واحدة منهم على حسب هو جايب لك ايه. طيب so و therefore و as a result عكس because و since. يعني الجملة فيها because، شيل because حط so، تمام. بس وانت بتكتب so او انت بتكتبي so، خد بالك ان انت قبل so هنا هتعمل كوما، هتعمل الفاصلة الصغيرة دي، هتعمل الفاصلة الصغيرة دي يا جماعة، تمام. فخدوا بالكم من الفاصلة الصغيرة اللي قبل so. طيب برضو عندنا therefore و as a result، خد بالك therefore قبليها نقطة أو فاصلة منقوطة يعني، وبعديها فاصلة، وفي النص دايما ما بين الجملتين as a result. as a result دي سيبك منها. as a result يا شباب قبليها فاصلة منقوطة وبعديها نقطة. طيب يبقى هنا فاصلة منقوطة وبعد كده الفاصلة، تمام، عشان الكل برضو يكون عارف. اوكي طيب عشان كل الناس تبقى فاهمة، يبقى so قبليها فاصلة، تمام. انما therefore قبليها فاصلة منقوطة وبعديها فاصلة، و as a result نفس الكلام قبليها فاصلة منقوطة وبعديها فاصلة. سهل الدنيا على نفسك وسهل الدنيا على نفسك تماما. يبقى because أو since يا جماعة عكس so و therefore و as a result. بس خد بالك وخدي بالك إن because و since لو هتحطهم في الكلام لازم تعكس، تمام، الجملتين. ونفس الكلام so و therefore و as a result لازم تعكس الجملتين يا شباب، لازم تعكس الجملتين هنا، لازم تعكس. إنما مع but و however و while سيب كل حاجة زي ما هي، سيب كل، ما تعكسش حاجة، سيب كل حاجة زي ما هي، محدش ينسى لو سمحت. طيب يبقى واحنا بنكتب so لازم قبلها فاصلة، واحنا بنكتب therefore قبلها فاصلة منقوطة وبعديها فاصلة، واحنا بنكتب as a result قبلها فاصلة منقوطة وبعديها فاصلة. خش بقى على جرامر يونت 10. جرامر يونت 10 كان بيتكلم عن past perfect الماضي التام. after اكتبها بقى مع بعضينا يا جماعة عشان الكل يستفيد. after هي قدام عينيك after اهو، و as soon as
وراها ماضي تام، بعد كده ماضي بسيط. after يعني بعد، as soon as بمجرد أن. تمام، يعني الموضوع أبسط ما يكون. after يعني بعد، و as soon as يعني بمجرد أن. بس كده. بيجي وراهم ماضي تام، الناحية التانية ماضي بسيط أهو. after I had done، الناحية التانية watched أهو watched. تمام. طب before و by the time. before يعني قبل، و by the time يعني قبل. بيجي وراهم ماضي بسيط ادي arrived اهي، والناحية التانية had والتصريف التالت للفعل. طبعا انا في فيديو بقى الامتحانات هتلاقيني حل على كل الكلام ده براحتي يعني. طيب عندنا because هتجيلك في النص. دايما السبب اللي ورا because ماضي تام. ليه ماضي تام؟ عشان دايما الباست بيرفكت ده الحدث الاول، اول حاجة حصلت. انما الماضي بسيط الناحية التانية. بص بدل is مكتوب was كان. الناحية التانية بص بقى مكتوب ايه؟ had missed the party، يعني فاتهم ايه؟ الحفلة، او فاتها الحفلة. طيب ده بالنسبة لجرامر يونت 11 ملخص سريع. طيب عندنا برضو كان عندنا حاجة كمان، او عندنا حاجة كمان في جرامر يونت 10 قبل ما ننقل على 11. كان عندنا till و until. اكتبها لكم هنا برضو. till و until قبليها ماضي منفي، عشان لو جات لنا في الكلام يا جماعة قبليها ماضي منفي till او until يعني didn't. احنا اللي هنحط didn't من دماغنا، وبعد كده الفعل في المصدر. وبعد till او until معناهم حتى قبل ما ننقل على جرامر يونت 11 بيجي وراهم ماضي تام اللي هو الباست بيرفكت had والتصريف الثالث للفعل. حاجة كمان after او before لو جالك وراهم النقط على طول هتاخد الفعل تحط له ing، لان هنا مفيش ضمير او اسم، فالفعل بيتحول من فعل الاسم غير عاقل عشان المعنى بتاع الجملة يكتمل. يعني انت هتقول مثلا after reading I slept، بعد القراءة انا نمت. حد سمع انا قلت ايه؟ خدوا بالكم لو سمحت ان انت لو انت قاعد بتحل في اي امتحان after او before جالك وراه النقط على طول هتاخد الفعل تحط له ing. يا ريت نكتب كل الكلام اللي قدامك ده يا شباب. وقف الشاشه كده واكتبه. تمام. الامتحان الصبح خلاص، انا بفكرك بكل حاجه بطريقه بسيطه وسهله. نخش بقى على جرامر يونت 11. جرامر يونت 11 كان بيتكلم عن حاجه برضو بسيطه وسهله. هبدا بوايل الاول. وايل واز وجاست از معناهم اثناء او بينما او خلال. تمام. بيجي وراهم past continuous ماضي مستمر، والناحيه التانيه ماضي بسيط. ايه الماضي المستمر ده؟ اللي هو was او were، وباخد الفيرب احط له ing. طيب في حاجة كمان. الماضي المستمر ده يا جماعة كان بيتكلم عن ايه؟ حاجة حصلت في الماضي في وقت معين. يعني مثلا اقول لك ايه I was doing my homework at 7 o'clock yesterday. انا كنت قاعد بعمل الواجب الساعة 7 امبارح. بص حددت لك، ما قلتش امبارح وخلاص، قلت امبارح الساعة 7. طيب مين بقى القاعدة العكسية؟ when يعني عندما. القاعدة العكسية بتاعتهم when بيجي وراها past simple ماضي بسيط، لو باخد اغلب الافعال احط لها ed، والناحية التانية past continuous ماضي مستمر. طيب بص هنا بيقول لك ايه while اهو، مثال على while سلمى was reading a story her mom called her. مامتها اتصلت بيها. ادي was او were ولا ing الماضي المستمر، وادي الناحية التانية ماضي بسيط. بص هنا بقى Bedouins اللي هو البدو were traveling. تمام. ادي الجمع، وادي where، وادي الاي ان جي across the desert بيسافروا عبر الصحراء. بص بقى when يجي وراها الناحية التانية ماضي بسيط. بيقول لك the storm began. هي ما اسمهاش began، اسمها begin. اسمها begin يبدأ. الماضي بتاعها began، فناخد بالنا لو سمحت. والتصريف التالت بتاعها begun باليو. تمام. يعني بدأ. began. فخدوا بالكم لو سمحت. يبقى خلاصة يونت 11 while وas وجاست as بيجي وراهم ماضي مستمر والناحية التانية ماضي بسيط. انما when بيجي وراها ماضي بسيط والناحية التانية ماضي مستمر. ايه الماضي المستمر ده؟ was او were والاي ing. بيجي امتى كمان؟ حدد وقت معين في الماضي. في حاجة كمان after before while او when الاربع ادوات ربط دول لو جالك وراهم النقط على طول في اي امتحان ناخد الفيرب نحط له ing. بناخد الفعل نحط له ايه؟ ing. هنا بقى يا جماعه عندنا في جرامر يونت 12 the present perfect tense زمن المضارع التام عباره عن have او has والتصريف الثالث للفعل. have بتيجي مع I او we او you او they او اي كلمه جمع سواء عاقل او غير عاقل. has بتيجي مع المفرد هي او she او it او اي كلمه مفرد سواء عاقل او غير عاقل. النفي بتاع have haven't والنفي بتاع has hasn't. ولو سمحت في المحادثات لو حد لقى have مكتوبه وراها تصريف ثالث زي كده، يعني have lived اهو اغلب الافعال في التصريف الثالث بيكون اخرها ed. طب حلو قوي. او has مثلا lived كده زي كده، هتاخد have تحطها في السؤال، هتاخد has تحطها في السؤال. مش هتروح بقى تكتب is ولا are ولا can ولا will ولا do ولا does ولا did ولا اي حاجه. طيب
ركز بقى معايا. طبعا هنا hasn't اهو، وبعد كده التصريف التالت عادي، بدل المثبت هنروح للمنفي. هنا بقى ركز معايا يا جماعة كويس قوي. already بتيجي تالت كلمة في الجملة بعد have أو has، زي المنظر اللي انت شايفه ده كده. just نفس الكلام اللي هي حالا بتيجي تالت كلمة في الجملة بعد have أو has، بعد كده التصريف التالت. ده بالنسبة ل already و just. never نفس الكلام، بس never ما بتجيش مع النفي. لما تقوليش haven't never أو hasn't never، لأ أهو I have never been to the USA، يعني عمري ما رحت the USA، عمري ما رحت أمريكا. طيب yet بتيجي آخر كلمة في الجملة المنفية أو السؤال. yet بتيجي إمتى؟ آخر كلمة في الجملة المنفية أو السؤال. أيوة بتاع مين؟ بتاع have أو has والتصريف التالت. يعني لو في hasn't أو في haven't والنقط في الآخر اكتب yet. طيب since بقى، since بيجي وراها وقت محدد، يعني اسم الساعة، اسم اليوم، اسم الشهر، اسم السنة. تمام؟ مثلا مثال بسيط since Sunday، منذ يوم الأحد. أنا كده حددت أهو، قلت لك اسم اليوم. يبقى تاني since يا جماعة بيجي وراها وقت محدد، يعني اسم الساعة أو اسم اليوم، اسم الشهر، اسم السنة، أو جملة في الماضي البسيط. يعني ممكن أعمل كده، أقول لك since I was young، عندما أنا كنت صغير، أو منذ أنا كنت صغير. بص أنا مش كاتب I am، أنا كاتب I was. يبقى since بتيجي مع المضارع التام. هنا كده في مضارع تام have أو has والتصريف التالت، وراها وقت محدد أو جملة في الماضي البسيط. for بقى بيجي وراها مدة غير محددة. بيجي وراها إيه؟ مدة غير محددة، أي مدة وخلاص. يعني مثلا for 10 years لمدة 10 سنين، for 2 hours لمدة ساعتين. حد يعرف من سنة كام لسنة كام؟ لا. حد يعرف من الساعة كام للساعة كام؟ لا. يبقى since وراها وقت محدد، إنما for وقت غير محدد، مدة وخلاص. طيب ever بقى، ever ليها قاعدتين معانا. ever بتيجي تالت كلمة في السؤال بتاع have أو has. يعني مثلا أقول لك كده have you ever مثلا played tennis، هل لعبت تنس من قبل؟ أو بص، سؤال زي ده لو جالي في محادثة مثلا هقول له yes I have، يا إما no I haven't، لأن هنا السؤال بادئ بهاف يعني بهل، مش أداة استفهام. وإيفر تالت كلمة في السؤال أهو. أيوة تالت كلمة في السؤال بتاع مين؟ بتاع have أو has والتصريف التالت للفعل، وبلايد مكتوبة في التصريف التالت. القاعدة التانية بقى بتاعت إيفر بتيجي في جملة مقارنة واحد بالكل. يعني لازم الجملة اللي قبل إيفر يكون فيها ذا وورا ذا في صفة. تمام؟ لازم تكون ذا موجودة وورا ذا في صفة، عشان انت الناحية التانية تقول ايه؟ مثلا I have ever seen مثلا. يعني انت مثال هكتبها لكم هنا، اقول لك ايه؟ This is the most، ادي ذا وراها صفة ايه؟ الأكثر. ايه بقى؟ ايه اللي أكثر؟ exciting film، يعني ده أكتر فيلم شيق. بص أقول لك ايه؟ I have ever seen. يعني ever بتيجي برضو تالت كلمة في الجملة، تمام؟ ولكن لازم الجملة اللي قبلها يكون فيها ذا ورا ذا صفة. ذا ورا ذا صفة يا جماعة، فخدوا بالكم. لو حد نسي قول لنفسك كده ذا أبدأ بالتي وانهي بالتي. ده لو حد نسي خالص، يعني ذا طول ما هي موجودة لازم الصفة اللي ورا تحط لها تي. فأنت هتيجي الناحية التانية في الجملة تقول إيه؟ have أو has، وبعد كده ever، وبعد كده التصريف التالت للفعل. بس كده عشان كل الناس تكون واخدة بالها. فده خلاصة سريعة لكل الجرامر بتاعنا. وناخد بالنا لو سمحت محدش يأثر في الحتة الصغيرة دي، ان جرامر 10 و 11 و 12 أزمنة. جرامر يونت 10 بيتكلم على الباست بيرفكت الماضي التام، هذا التصريف الثالث ففي كلمات دالة. انما جرامر يونت 11 بيتكلم على الباست كونتينوس اللي هو الماضي المستمر وليه كلمات دالة. جرامر يونت 12 بيتكلم على present perfect المضارع التام اللي هو have أو has والتصريف الثالث وليه كلمات دالة، ادي already و just و ever و never و yet و since و for، أكتر حاجة بتيجي في الامتحانات. إنما الماضي المستمر while و as و just as وعكسهم when. إنما الماضي التام وبرجع له تاني اهو after و as soon as عكسهم by the time و before. وكان عندنا كمان قاعدة till أو until اللي هي حتى بيجي قبلها ماضي منفي اهو. بص ايدي ماضي منفي، والناحية التانية ماضي تام اللي هو هادو التصريف التالت للفعل. محدش ينسى يا جماعة، محدش يطنش، القواعد دي هتجيلك زي ما هي كده في الامتحان. تمام؟ خلاصة سريعة لكل الجرامر بتاع المنهج.